صينيه البطاطس باللحمه خرجت من الفرن. بص شكلها جميل ازاي وطعمها رائع والله. يعني انا دقت حته منها كده في الخباثه يعني. السلام عليكم حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد ان شاء الله. هنعمل صينيه البطاطس باللحمه. انا بعملها يا جماعه ني في ني، يعني كل حاجه فيها نيه تمام، ما بعملهاش مسبكه. فخليكم معايا نشوفوا الطريقه ازاي. حطيت حله على النار وحطيت فيها التوابل بتاعتها وبصلايه، وهنسلق اللحمه. نسمي بسم الله الرحمن الرحيم. ولغايه بقى ما تيجي تستوي نحضر ايه صينيه البطاطس بتاعتنا. حبايبي انا قشرت الحاجه اهي وغسلتها. هنبتدي بقى نقطعها مع بعض. هنقطع البصل بسم الله. مش شرط تبقى قطع صغيره، اي حاجه شرايح قطع كبيره، لان هي كلها ني في ني يعني. صلوا على النبي يا حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. البصل اهو. نقطع الطماطم بردك اي حاجه، مش تقطيعه معينه. دي طريقه والدتي بتعملها كده، ربنا يخليها لي يا رب. والدتي بقى بتعملها كده بس ما شاء الله بتطلع حلوه قوي قوي. انا بحاول بقى اعملها زيها ما بتطلعش نفس الطعم، بس بردك بتاعتي بتطلع حلوه والله. طبعا بص بقى ادينا قطعنا الطماطم. انا دقه شويه توم صغيرين حوالي 4 فصوص ومعاهم قرن فلفل شطه. اللي مش عايز يحط فلفل حراق يا جماعه ما يحطش، بس هي دي بتدي ايه زي طعم كده حلو صغنن يعني. نحط بقى التوابل. هنحط نقطه ملح صغيره عشان انا بحط ماجي تمام. حطي شويه قرفه، مش عارفه ليه ما بتنزلش ليه يا نوجه. كل اكلك بتحطي فيه قرفه بتدي ريحه وطعم حلو الاكل. شويه حبهان مطحون شويه صغيرين جدا عشان الشوربه فيها حبهان. شويه فلفل اسود، فلفل اسود. شويه كمون، بس الكمون يا جماعه نقطه صغنونه عشان ما يمررش اهو. شويه كزبره ناشفه. ايه بصي انت بتحطي كل التوابل، ريحي دماغك ماشي. وهحط مكعب ماجي، مش مكعب، مكعبين. طب ما انت هتحطي شوربه يا نوجه. ايوه بس بصوا هحطك مكعب ونص، مش هحط 2 ماشي اهو. ادي 1 بس افركه كده، وادي نص، مش نص يعني حته صغنونه اهي كده. هنستخدم ايدينا بقى يا جماعه. طبعا المفروض احط ايه معلقه سمنه ونقطه زيت، فانا هحط نقطه زيت صغيره الاول اهي، نقطه صغيره بس. الزيت في السمنه في الاخر تمام. يبقى احط نقطه صلصه صغننه عشان الطماطم معايا خضراء، مش كتير، قيمه معلقه واحده بس اهي. بصوا معلقه واحده. هشتغل بقى بايدي. انا غاسله ايدي كويس والله يا جماعه بسم الله. ولازم نفركها كويس كده. ليه بقى؟ ندخل كل التوابل والخضار كله مع بعضيه. والله ريحتها حلوه قوي يا جماعه. بصوا تبقى كده. غسلت ايدي طبعا. حطي بقى اللي قطع البطاطس عليها بسم الله. اهي كده يا جماعه. وهنبتدي بقى ايه نقلبها. لو عندك اي عزومه وعايزه تعمليها من بالليل للصبح هتعمليها بالطريقه دي، بس مش هتحط عليها شوربه ولا اي حاجه، وتغطيها بفويل او ستريتش وتحطيها في التلاجة لغايه الصبح.
وتيجي الصبح بقى ايه تروحي معلقه عليها، تحط لها الشوربه وتروح حطها في الفرن. اهي كده هي خلصت معانا بقى. هحط لها ايه معلقه السمنه، معلقه سمنه اهي. بصوا مش هحط تاني، هم دول بس كده. واسيبها بقى لغايه لما اللحمه تستوي تمام. وبعد كده اهوت ايه اروح حاطه عليها اللحمه واحط الشوربه وندخلها في الفرن. حبايبي نعمل السلطه لغايه لما ايه يعني ننجز في حاجه لغايه لما باقي الاكل يتعمل. بحب التوم قوي يا جماعه على السلطه، بيدي طعم حلو جدا. نحط شويه زيتون اسود، طعمه حلو. نحط نص ليمونه، شويه زيت زيتون، واللي ما عندوش زيت زيتون زيت عادي. فلفل اسود. اغطيها بقى واحطها في التلاجة. وادي طبق السلطه خلص معانا. اهي يا حبايبي رجعت لكم اهي، خلصت معايا اللحمه استوت. حطها بقى على البطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. تقولوا لي ليه يا نوجا حطيتيها وانتي اصلا سلقاها ومستويه؟ كل ما تكون مستويه اكتر تبقى زي الزبده كده جميله جدا يا جماعه. حطي بقى شوربه كده. اهي نقلبها بقى. تشرب بقى من الخلطه بتاعت البطاطس دي، تبقى جميله جدا. وبكده اهي البطاطس اهي جهزت معانا. ان شاء الله نحطها بقى على النار. حبايب قلبي حطينا حله على النار وهنعمل فيها الرز. حط شويه شعريه مع معلقه سمنه وشويه زيت صغيرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسيبه بقى يتشرب وخلاص كده. اهو احنا حطينا صينيه البطاطس في الفرن. بصوا استوت. هنحطها بعد كده بقى على الشوايه عشان تتحمر الوش بتاعها. السلام عليكم حبايبي، انا رجعت لكم اهو. البطاطس خرجت معانا من الفرن. بصوا شكلها جميل ازاي. دي يا جماعه طريقه البطاطس اللي هي ني في ني، ما فيهاش اي تسبيكه خالص. وعملنا الرز بالشعريه الجميل بتاعنا والسلطه الخضراء وادي المخلل. دي وجبه كامله اهي، ويا رب ايه تجربوها بالطريقه دي. ولو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك وتدعوا لي دعوه حلوه وتدوسوا اشتراك يا جماعه. الناس اللي بتشترك وترجع تخرج، الناس اللي بتشترك وترجع تخرج، يا ريت تفضل مشتركه في القناه. هو محتواه ما بيعجبكوش؟ يلا اشوفكم على خير حبايب قلبي. السلام عليكم.